السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم بحلقة جديدة بعد معاناة العراقيين حقيقة ومناشداتهم. اليوم جينا مثل ما نقول إلى رأس الحية، إلى محطة كهرباء بغداد، لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء، ولماذا المواطن العراقي يشكو من الكهرباء في كل المحافظات. هسه خلي نلتقي بمسؤول التشغيل. السلام عليكم، قواك الله. هلا شنو عم على كيفك؟ قول يا الله. العفو يابا، مو عندي جدول اطفاء ملتزم بيه. ايه هاي لو جدول تشغيل ما تلتزم بيه عم، على كيفك ويا الناس دول اهلك وناسك. مو يا عزيزي، روح للمسؤول. مشاهدينا الكرام، شغلة مسؤول التشغيل تعبانة، ملتهب قطع الكهرباء. خلينا نروح بالله نشوف المسؤول. من المسؤول؟ يا الله. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ وعليكم السلام، اهلا استاذ حسن، حياك الله، نورتنا. حياك الله حياك الله استاذ. بدون مقدمات استاذنا العزيز، ليش الكهرباء متقطعة؟ والله احنا عندنا جداول معينة من قبل الوزارة والسيد الوزير، ودا نشتغل عليها. يعني ليش يتم قطع الكهرباء؟ ليش ما تكون مشتغلة 24 ساعة؟ بصراحة ما اعرف، بس هاي التوجيهات بعد. تفضل. يعني هذا مدير كهرباء بغداد، مع احترامي لك استاذ، يعني وما يعرف ليش تنقطع الكهرباء. زين استاذ، ياهل يعرف رحمة الموتاك، وين نروح؟ شوف السيد الوزير ونورتنا. شكرا سيادة المدير المحترم، شكرا. مشاهدينا، ما وقعنا على العلة، والله خلينا نشوف هذا ابو الشاي. الله يساعدك حجي. اهلا وسهلا عيوني، كل الهلا. حجي سؤال ولو نزعجك. تفضل، عيوني الك اني يابا. ايش قد صار لك يم الكهرباء تشتغل؟ صار لي سنتين تقريبا. حجي، شنو سبب انقطاع الكهرباء؟ رحمة الموتاك، رحت سألت ابو التشغيل والقطيع ما يفيد، سألت المدير مال المحطة ما يفيد. وليدي، السبب هو عدم كفاءة التوربينات المجهزة للطاقة وعدم كفايتها. يعني كفاءة وكفاية، يعني بالعراقي هم نقص وهم بدون جودة. ما شاء الله، ما شاء الله عليك حجي، والله يعني ما ادري ايش اقول لك. وشغلة ثانية وليدي، الكهرباء غلط يتم شرائها من الأردن ومن مصر وإلى آخره. المفروض نجيب شركة نتعاقد وياها وتتكفل بحل مشكلة الكهرباء، صدقني. وبنص هاي المبالغ اللي تندفع حاليا لوزارة الكهرباء بعد ما ترمش نهائيا، الكهرباء ما ترمش وتنحل كل هاي المشكلة. بس يا وليدي يا حبيبي، تحياتي إلك والمتابعينك، هذا الكلام اكو مسؤولين يعرفوه، بس الزبدة حسب ما سمعت انه امريكا ما تقبل تصير عندنا كهرباء. والله يا حجي، انا يعني بصراحة ما يعني، تفضل من بهر بيك انا والله. يعني اللي يشوفك يقول هذا يبيع شاي كل شيء ما يفتي، شنفهم بهاي السوالف؟ والله يا وليدي، الحياة كل شيء علمتنا، وانا متقاعد والحمد لله. يعني وين كنت تشتغل حجي؟ والله وليدي، انا مهندس كهرباء، وطلع التقاعد وده يعطوني مبلغ قليل ما يكفي، وهذا اشتغل هنا والحمد لله. يعني تفضل، مثل هيك عقلية هذا هسه ذا رجع لخدمته ينقذ البلد. بس ما ادري ايش اقول لك حجي، هو العراق يعني ما ادري، اناشد من فرصة سعيدة حجينا. مشاهدينا الكرام، قصة الكهرباء ما تنحل مثل ما قال الحجي. خلونا بمولدات السحب، والله كريم. نلتقيكم بحلقة جديدة، في امان الله.